كلنا بنحلم نكون أغنياء وعندنا فلوس كتير ما تخلصش، بس معظمنا بيحلم وبيتمنى من غير ما يسعى على الحاجة. النهاردة جاي اديك قصة عن السعي ورا الثراء. القصة دي حدثت في الماضي القديم مع شخص اسمه بانثر. بانثر كان صانع مركبات في مدينة بابل. في يوم من الأيام قعد على السور وفضل يتأمل جمال مدينة بابل، عمايرها ومزارعها وجوامعها وكل حاجة فيها حلو. ده في ناس كتير قوي جوه. ومر عليه صديقه العزيز وقال له نصا: اتمنى ان ينعم عليك بوفرة العيش يا صديقي العزيز، مع ان انت باين عليك اللي انت عايش في كثير من النعم وراجل غني وبتاع، وكانك حتى مش محتاج اللي انت تشتغل. فطلب منه صديقه اللي بيكلمه دوت مبلغ من المال كسلفه يعني. فرد عليه بانثر وقال له: للاسف ما عنديش. الراجل اتفاجئ، قال له: طب لما انت معكش فلوس ليه قاعد هنا؟ ليه قاعد ما بتسعاش؟ ليه قاعد ما بتشتغلش؟ قال له: فين طاقتك؟ فين حيويتك؟ هل في حاجه مضايقاك؟ قال له: حلمت ان في راجل غني جه واداني شنطه مليانه فلوس، يعني كل اللي اشتهيه اشتريه. قال له: الفلوس دي كلها حسيتني بالامان والراحه. قال له: يعني كل شيء يجي على بالك تقدر تشتريه. قال له: طيب يا عم الحاج انت ليه مكتئب؟ قال له: اللي خلاني مكتئب اني صحيت من الحلم ورجعت على ارض الواقع لا فلوس ولا هم يحزنون. راح رد عليه صديقه كده وقال له: فكر، احنا بنعيش في بابل من اغنى المدن اللي موجوده، بس احنا لا نساوي شيئا بالنسبه لها. وبعد ما عدى نص العمر اللي عشناه في السعي علشان نوفر مال، يقول له: جاي لي دلوقتي وجاي تطلب مني بعض الفلوس؟ يا جدع الله العظيم مالكش حق. امشي انا، امشي غور، امشي يا زي. قال له: بس الاسوأ ان عمال ادور ايه الشيء اللي مش مكفينا، هي فين المشكله بالظبط؟ قال له: ده انا حتى عمال افكر في عيالنا، هل هم يعيشوا نفس العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ قال له: احنا شغالين كده نشتغل ونشتغل ونشتغل علشان خاطر الفلوس، في الاخر مش هنوصل للمستوى اللي احنا عايزينه. رد عليه صاحبه وقال له: للاسف ما عنديش اجابه على اسئلتك، بس قال له: خلينا نفكر شويه في الناس الاغنياء، ازاي سعوا ورا الثراء وازاي وصلوا له. من ساعه ما بدات المحادثه دي اول مره يبتسم بانثر ورد عليه وقال له: تصدق فكره حلوه؟ ومن هنا بيبتدي جورج مؤلف الكتاب يحكي لنا قصة من أجمل القصص اللي موجودة دلوقتي. بدأ يحكي لنا قصة بانثر وكوبي في السعي ورا الثراء في كتاب أغنى رجل في بابل، واللي كان بيتكلم فيه عن إزاي الشعوب القديمة كانوا بيتعاملوا مع الفلوس، وإزاي كانوا بيصرفوها في المكان الصح وفي الوقت المناسب. ازاي ممكن نبني ثروه حقيقيه؟ طيب هي ايه الاسرار والطرق لبنائها؟ طيب هو في قوانين اصلا للثراء؟ يعني في قوانين كده زي الرياضه لو طبقناها هنبقى اغنياء؟ اجوبه الاسئله دي يا صديقي كلها موجوده في الكتاب دوت. فاهلا بيك في حلقه جديده من حكايه اونلاين، معاك عبد ابراهيم، وده ملخص كتاب اغنى رجل في بابل. بدأوا بانثر وكوبي يدوروا على شخص يعلمهم أسرار الغنى. افتكر كوبي صديقه أركاد. أركاد ده يا صديقي العزيز بيتقال عليه إن هو أغنى راجل في بابل، لدرجة إن الملك طلب منه فلوس يستلفها علشان يحطها في خزينة الدولة. تخيل شوف الغنى ده كله وصل لفين، لدرجة إن ملك الدولة بنفسه طلب منه فلوس. فلما أركاد عرض على بانثر فكرة اللي هم يقابلوا الراجل، بانثر رفض في الاول، قال له: لا 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 لا، لو قابلناه بالليل انا خاف ان انا اسرقه. فضحك عليه كوبي وقال له: لا انت فاهم غلط يا بانثر. قال له: الراجل ده ثروته كبيره جدا لدرجه انها ما بتتسرقش. قال له: ثروته كلها عباره عن مصادر دخل، كل ما خلصت الفلوس اللي معاه اتضخت ليه فلوس اكتر واكتر واضعاف. اتحمس بانثر وذهل من ثروه هذا الرجل، وراح يجمع كل اصدقائه ويقول لهم: انا هقابل اغنى راجل في بابل، فاللي مهتم انه يتعلم اسرار الثراء يجي معانا. فجمع فعلا بانثر اصدقائه وراحوا يقابلوا اركاد. دخلوا عنده القصر وابتدوا يتكلموا مع بعض ويقولوا له: انت عندك احسن الثياب وعندك احسن الحاجات واي حاجه تقدر تفكر فيها بتشتريها، مع اننا زمان درسنا في نفس الفصل ونفس المدرسه ومتخرجين من نفس الحته، احنا على نفس الدين ولعبنا نفس الالعاب وعملنا كل حاجه مع بعض، بس في النهايه انتهى بيك المطاف للحل اللي انت فيه ده كله. مع اننا لما كبرنا فضلنا نشتغل اكتر منك، لكن انت جمعت فلوس اكتر مننا، فممكن تعلمنا السر ورا ده. هنا يا صديقي العزيز ممكن تلاحظ عقلية الفقير اللي كان بيتكلم منها بانثر وكوبي واصحابه اللي جايين، اللي هو شوية كلام بقى: انت محظوظ واحنا اشتغلنا اكتر منك والكلام العبيط ده كله. رد عليهم اركاد وقال لهم: صحيح احنا اتعلمنا مع بعض في نفس المدرسة وطلعنا على نفس النهج، بس انا اتعلمت اسرار وقوانين الثراء، وعايزكم اول حاجة تتعلموها وتتأكدوا منها إن القدر دايما متقلب ودوام الحال من المحال، ومفيش أي حاجة نعرف ناخدها أو نحصل عليها من غير ما نتعلم أو نسمع. راح قال له بانثر: يا عم الحاج ما تقول لي إزاي حصلت على هذه الثروة؟ قال لهم: وأنا صغير زمان كنت فاكر إن كل الأشياء الجميلة اللي بتجيب السعادة ممكن يحققها الثراء، يوفرها لك بمنتهى السهولة، ودوت هو كان الدافع الحقيقي. ودلوقتي هعلمكم إزاي جمعت ثروتي.
الفصل الثاني، قصة أركاد. بدأ جورج مؤلف الكتاب يتكلم عن قصة أركاد في الماضي، وقال إنه ابتدى بشغل بسيط جدا، وابتدى يشتغل في المخطوطات ورسم اللوح بمبلغ بسيط جدا. وهو شغال في المهنة دي لقى أركاد دخل عليه واحد تاجر وطلب منه شغلانة معينة، وطلب منه ان هو ينجزها في يومين بس. التاجر قال له لو خلصتها اسرع من يومين انا هضاعف لك المبلغ. بدأ اركاد يشتغل على المهمة دي بكل جهد، وكان لسه اركاد ما خلصش ولا نهى المهمة. رد عليه اركاد وقال له لو انت مستعجل فعلا على الحوار دوت انا ممكن اسهر لك عليه طول الليل وتيجي الصبح تستلم، ولكن في المقابل هتعلمني ازاي اصبحت غنيا. راح رد عليه التاجر وقال له والله انت باين عليك كده مكار وطموح. قال له بس هعتبرها صفقة. جه فعلا الشروق وخلص أركاد المهمة، وبدأ يعلم التاجر أركاد إزاي الراجل ده بقى غني. قال له التاجر أنا دلوقتي بقيت راجل مسن، وإحنا الكبار لازم ننقل خبراتنا للناس الصغيرة، مع إن في ناس كده من الناس الصغيرة بتشوف إن حكم الكبار ما تنفعش ليهم أبدا. بدأ أركاد يمل من المقدمة الطويلة اللي بدأ يقولها له التاجر، وبدأ يقول في عقل باله كده هو الراجل ده بيعلمني فعلا ولا بيتفلسف عليا. وبعد الرغي اللي حصل كتير دوت التاجر قال له جملة واحدة لفتت نظره، قال له إن الثراء بيتمثل في عادة واحدة، إن المرء يحتفظ بجزء من إيراداته. راح رد عليه أركاد وقال له بالبساطة كده. فرد عليه التاجر وقال له الطريقة دي كافية اللي هي تحول راعي الغنم إلى تاجر كبير، وطبعا مش استنقاص براعي الغنم، لكن بيتكلم عن فرق الحال والقوة المالية. راح رد عليه التاجر وقال له أنت بتشتري طعام وبتشتري ملابس وبتشتري كل حاجة وبتدفع لكل الناس إلا نفسك، عشان كده بقول لك حافظ على جزء من إيراداتك لنفسك. قال له بس لو حوشت 10% من مدخلاتك هتيجي بعد فترة معينة هتلاقي نفسك معاك مبلغ محترم جدا. قال له المبلغ ده اللي أنت حوشته تقدر بعد كده تحقق منه المعجزات. استنى بس كده روح هات كوبايه الشاي وانا هحكي لك القصه واخليك تفهم الموضوع. الفصل الثالث، قواعد الثروه. راح سأل التاجر أركاد قال له ها عدت سنه طبقت النصيحه اللي قلت لك عليها؟ قال له يا باشا انا طبقت النصيحه كلها بالحرف الواحد وجمعت مبلغ محترم من المال. وقال له كمان انا قابلت تاجر ذهب وقال لي هات الفلوس اللي معاك دي وانا هشغلها لك وهسافر بعيد وهجي لك بالمكسب بتاعك وفلوسك الضعف. راح رد عليه التاجر وقال له انت ازاي وثقت فيه؟ قال له بس مش مشكله، انت ممكن تروح تاني تحاول وتيجي مره تانية. قال له بس بشرط لما تيجي تاخد نصيحه خدها من ناس خبره. قال له قبل ما تستثمر الفلوس اللي انت جمعتها دي اسال اهل الخبره فين تستثمرها، مش تروح لتاجر كده وتديه فلوسك. وبعد مرور سنه يا صديقي العزيز اتكرر نفس اللقاء. راح قال له التاجر ها سنه عدت، يا رب تكون بقى المره دي احسن وفهمت الدرس. قال له واتعلمت جدا من الدرس وجمعت فلوس واديتهم لحد من قرايبي يدخل بيهم مشروع وراح يديني ارباح بشكل دوري. راح رد عليه التاجر وقال له ها ابتديت تاخد ارباح؟ راح رد عليه أركاد وقال له ايوه ابتديت اخد ارباح فعلا. راح رد عليه التاجر وقال له طب ايه بتعمل بارباحك؟ وركز هنا يا صديقي العزيز. قال له الفلوس اللي بتطلع لي بشتري بيها عسل علشان ده الحاجه اللي انا بحبها. راح رد عليه التاجر وقال له يعني انت قاعد بتاكل ثمار مدخراتك. قال له ارجع وانتج لك ثمار اخرى تعمل لمصلحه. المره دي بقى ما عدتش سنه، المره دي عدت سنتين. والتقى التاجر باركاد وراح قال للتاجر لاركاد قال له ايه ما حققتش الثراء لسه؟ راح رد عليه اركاد وقال له لا انا حققت جزء من الثراء. رد عليه التاجر وقال له جميل، يعني اتعلمت الدرس كويس. قال له يعني انت كده اول حاجه اتعلمتها ان انت تعيش بمصروفات اقل مما كسبك، يعني باللغه العربيه كده الدرجه اللي انت تعيش بدخل اكبر من مصروفاتك. الدرس الثاني ان انت تاخد النصيحه من اصحاب الخبره بس. والدرس الثالث وهو الاهم ان انت خليت فلوسك تعمل لاجلك. وانا يا صاحبي من وجهه نظري شايف ان دوت اعظم سر. رد عليه التاجر وقال له بما انك اتعلمت الدرس كويس جدا فانا قررت اخليك تشاركني في الثروه. وهنا انطلقت الرحله الحقيقيه لأركاد اغنى رجل في بابل في رحلته في الثراء. الفصل الرابع، الجيوب الخاويه. وبيرجع هنا جورج تاني للقصر لما بنسر وأركاد كانوا جايين يقابلوه. راح الناس اللي في القصر قالوا لأركاد والله انت راجل محظوظ علشان قابلت التاجر ده وعلمك، لو في النهايه كمان دخلت معاه شريك وبقيت اغنى راجل في بابل. راح رد عليهم وأركاد وقال لهم لا، مقابلتي للتاجر مش هي المحور الحقيقي في التغيير، انا اصراري للوصول للثراء واصراري كمان عمليا مش مجرد كلام وخلاص هو اللي وصلني وهو اللي خلى الراجل يشوف فيا حاجه ويدخلني معاه شريك في ممتلكاته. رد عليهم وقال لهم والله يا شباب الفرص بتيجي للجميع بس الكل بيتعامل معاها بطريقه مختلفه، وهنيئا للي يستغل الفرص بشكل كويس. الفصل الخامس، كيف تصبح ثريا. الطريقة الأولى
ابدأ في ملء محفظتك. الطريقة دي قالها التاجر لأركاد قبل ما يبقى أغنى واحد في البلد. لو جالك دخل من أي مصدر أيا كان إيه هو، احتفظ بجزء لنفسك، ادفع لنفسك الأول، والمبلغ اللي انت جمعته دوت تقدر تستثمر فيه ويقدر يدخلك أرباح شهرية. الكلام دوت حقيقي 100% يا صديقي العزيز، وممكن تجربه. بس في نقطة، الكلام دوت مش سهل ان انت تجربه كده زي ما انا بقولك. الكلام ده عايز ذكاء مالي كويس جدا، وعايز مثابرة ومعافرة وجد عشان تعرف تطبقه. الطريقة الثانية، تحكم في نفقاتك. دايما لازم تفرق بين النفقات الضروريه والرغبات الشخصيه. يعني مش عشان عندك حاجه عماله تطلع لك ارباح شهريا تفضل تبعزق الفلوس دي يمين وشمال. يعني بيقول لك لو عندك حاجه بتطلع لك ارباح، حدد لك مبلغ للرغبات الشخصيه والنفقات بتاعتك، واوعى تتعداه يا صديقي العزيز. الطريقه الثالثه، استثمر نقودك. يعني لما يكون عندك كده مبلغ حلو في البنك ما تخلوش قاعد كده، استثمره. بس اهم حاجه اللي انت تستثمره في المكان الصح وتستشير اهل العلم. واهم حاجه لازم تفهمها ان الثروه مش بكميه الفلوس اللي موجوده عندك، الثروه بعدد مصادر الدخل اللي بتدخلك الفلوس دي. الثروه دي عمرها ما هتنتهي، اما الفلوس هتنتهي يا صديقي العزيز. الطريقه الرابعه، حافظ على ثروتك عشان ما تضيعش، خصوصا للناس اللي بدأ من الصفر زي وزيك كده يا صديقي العزيز على باب الله. يعني ما ينفعش كده نخش في استثمارات المخاطره بتاعتها عاليه، لازم نخش في استثمارات آمنة. الدخل البسيط الغير منقطع أفضل بكتير حاليا من الدخل العالي اللي فيه خطورة. الطريقة الخامسة، اجعل منزلك استثمارا جيدا. يعني بدل ما تأجر بيت، ابني ليك بيت. ممكن تكون تكلفته عالية جدا في الأول، بس هيوفر لك فلوس كتير جدا في المستقبل. وقصده هنا اللي انت ترفع في ذكائك المالي. مش هتقدر ترفع الذكاء دوت إلا لو اتعلمت كتير وقابلت ناس كتير فاهمة وناس كتير برضه مش فاهمة. وحاول دايما ان انت تستغل الفرص استغلال كويس جدا. وركز يا صديقي العزيز، دي اسرار حقيقية بجد. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وتشير الفيديو مع اصحابك وتدوس زرار السبسكرايب. سلام عليكم.